يا أهلا بيكم في التحليل الجديد ده. النهاردة إحنا قدام موضوع مثير جدا للاهتمام، وهنفكك ونشرح فلسفة محددة جدا بتتعلق بتغذية الإنسان وتطوير الذات، وهي فلسفة ميكانيكا الجسد. النظام ده بيطرح منظور مختلف وجريء حقيقي عن المألوف، فخلونا نستعرضه خطوة بخطوة عشان نفهم الآليات اللي بيعتمد عليها ونتعرف على الفكر اللي ورا كل قاعدة فيه. بس قبل ما نتعمق لازم نوضح تنويه هام جدا. كل المعلومات اللي هنعرضها في الشرح ده مستمدة من محاضرات الدكتور ضياء العوضي وفلسفته في ميكانيك الجسد. احنا هنا مش بنقدم أي وصفات طبية خالص، لكن بننشر وعي علمي وتجريبي هدفه تمكين الأفراد من فهم لغة جسدهم، عشان كل واحد يكون طبيب نفسه. وأكيد القرار النهائي في اتباع أي نظام غذائي بيفضل دايما مسؤولية شخصية بحتة. طيب، خريطة الشرح بتاعنا النهاردة هتغطي إيه؟ هنمشي على 6 محاور: ميكانيكا الجسد، مصادر الطاقة الفورية، الأجناس الشرعية، البروتينات والدهون الأصيلة، الفواكه والمشروبات، وهنختم بالقواعد الذهبية للتشغيل. يلا بينا نبدأ. القسم الأول معانا النهاردة ميكانيكا الجسد والتشافي الذاتي. الفلسفة دي بتقدم نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا. يعني بدل ما نبص لجسم الإنسان على إنه كيان هش وضعيف وتحت هجوم مستمر من الأمراض، لا، النظرة هنا إن الجسم ده عبارة عن محرك متطور جدا قادر على التشافي الذاتي. المرض من المنظور ده مش أكتر من مجرد عرض أو إشارة إن المحرك ده بيتحط له وقود غلط. المعنى هنا إنه بمجرد ما نوفر المواد الخام الصح، المحرك ده متبرمج خلقة إنه يصلح نفسه بنفسه ويقضي على أي خلل. متخيلين الفكرة؟ وده بياخدنا للقسم الثاني، الطاقة الفورية، أو زي ما بيسموها في النظام العملات الذهبية. من أكتر النقط المثيرة للاهتمام واللي بتعتبر جريئة جدا في الفلسفة دي هو الموقف من السكر. النظام ده بيعتبر السكر هو النفق الأساسي لعمل الجسم والمسؤول عن صناعة كل حاجة، من أول الحمض النووي لحد البروتينات. السكر الأبيض اللي كتير بيحذر منه بيتوصف هنا إنه أعظم اختراع للبشرية، لأنه وقود الدماغ الأوحد وأقوى مضاد أكسدة بيحمي كرات الدم الحمراء من الموت. وعلى الناحية التانية عسل النحل بيعتبر الشفاء الوحيد المذكور نصا في القرآن، لأنه سكر معقود النحلة تعبت فيه عشان تجهزه للامتصاص الفوري من غير ما يسبب أي إجهاد لجهازنا الهضمي. خلينا ننقل للقسم الثالث، الأجنة الشرعية، واللي نقصد بيها الحبوب الكاملة. المصادر هنا بتعمل مقارنة صارمة جدا. الدقيق الأبيض مرفوض تماما وبيوصف بأنه عامل زي الغرة، حاجة كده لما بتختلط بالمياه بتلزق وتسد الأمعاء وتغير طبيعة الحمض المعوي، وده اللي بيسبب مشاكل زي الارتجاع وسوء الهضم. البديل إيه بقى؟ البديل هو الحبوب الكاملة بأجنتها الشرعية، زي القمح الكامل والبليلة، لأنها بتوفر المواد الخام بأمان تام، وحبيباتها بتكون مفرولة وسهلة الهضم وما بتلزقش في جدار المعدة أبداً. طب إيه هي النشويات الآمنة المسموح بيها؟ القائمة بتشمل الخبز كامل الحبة اللي فيه الردة والجمين، لأنه بيمر بسهولة جدا في الهضم. وكمان عندنا قمح البليلة والرز والبطاطس. الفلسفة دي بتشوف إن كل النشويات دي آمنة تماما، بتتهضم بمنتهى السهولة، ما بتسببش أي انسدادات معوية مؤقتة، والأهم إنها بتوفر الكتل البنائية الأساسية عشان الجسم ينتج هرموناته. ودلوقتي معادنا مع القسم الرابع، اللحوم والبروتينات، أو المصادر الأصيلة. النظام ده حاسم جدا في نقطة اللحوم، هو بيرفض بشكل قاطع أي حيوانات متربية في مزارع بتعتمد على المضادات الحيوية أو الفضلات. الاعتماد كله على اللحوم الأصيلة، يعني المواشي اللي بترعى في الطبيعة. والمهم جدا هنا هو أكل اللحوم دي بشحومها أو دهونها الطبيعية عشان تبني عضلات حقيقية. بالمناسبة، البسطرمة مسموحة كإضافة للوجبات لتعزيز قيمتها. وبالنسبة للأسماك، الشرط الأساسي إنها تكون صيد حر من البحر، زي القاروص والدنيس والوقار، مع الابتعاد التام عن أي أسماك مزارع. القسم اللي بعد كده هو الدهون الطبيعية والمنظفات. النقطة دي محورية جدا، وهنشوف فيها إزاي النظرة للدهون بتختلف تماما 180 درجة عن المعتاد. الفلسفة دي بتعمل إعادة هيكلة كاملة لمفهوم الكوليسترول، يعني عكس النظرة الطبية السائدة اللي بتخوفنا منه وتعتبره عدو. النظام هنا بيشوف الكوليسترول مادة خام بيولوجية حيوية وضرورية جدا، من غيره جسم الإنسان ببساطة مش هيقدر يصنع هرمونات الذكورة أو فيتامين د. متخيلين التحول في النظرة؟ وبناء على الكلام ده، الدهون الوحيدة المسموحة هي الدهون الطبيعية الأصيلة، زي السمن البلدي والزبدة الفلاحي، وفي حظر تام وقاطع للزيوت النباتية المكررة. وهنا بيظهر دور الخل كبطل في النظام ده. الخل بيتوصف بحماس إنه بنزين الخلايا ومنظف طبيعي عظيم لمسارات الجهاز الهضمي ومضاد للبكتيريا الزايدة، وده بيستند للأثر المعروف: نعم الإدام الخل.
القسم الخامس معانا بيكمل قائمة الوقود، وهو الفواكه والمشروبات. بالنسبة للفواكه فهي مسموحة بس باعتدال، والتركيز بيكون على الأنواع اللي ما بتسببش تهيج مناعي أو حساسية، والهدف الأساسي منها هو الاستفادة من السكر المفيد اللي جواه. المشروبات كمان ليها دور مهم. عصير القصب مثلا بيعتبر مصدر طاقة ممتاز، بيدي سعرات سريعة الكبد بيحتاجها جدا. القهوة والشاي مسموح بيهم، بس يفضل دايما يكونوا سادة من غير أي إضافات ممكن تتعب الهضم أو تهيئ جدار المعدة. طيب كل المسموحات دي مفيش منها أي فايدة من غير طريقة تشغيل صح، وده بياخدنا للقسم السادس والأخير، القواعد الذهبية للأكل. مفتاح التشغيل السحري في النظام ده هو نافذة الصيام اللي بتوصل ل20 ساعة في اليوم. ليه؟ عشان ندي فرصة كاملة لمكنسة الجسم اللي هي جهازنا المناعي. لما الجسم ما بيكونش مشغول بهضم أكل جديد، المكنسة دي بتبدأ تشتغل بكفاءة وتنظف المسارات الهضمية وتتخلص من الخلايا العجوزة وتجدد الأنسجة التالفة بشكل ذاتي. وفي خلال نافذة الأكل القصيرة، البروتوكول بيعتمد على الأومد، يعني وجبة واحدة بس مشبعة في اليوم. الوجبة دي لازم تجمع بين الحبوب والبروتين والسكر. الدمج ده مقصود عشان يصفر هرمون الأنسولين ويحرق الدهون الحشوية العميقة ويريح الغدة النخامية. وفي قاعدتين في منتهى الأهمية: ناكل بس لما نحس بالجوع الحقيقي، ونشرب بس لما نعطش. بلاش نمشي على جداول أو مواعيد وهمية ممكن تنهي جهاز المناعة وتلخبط التوازن الهرموني الطبيعي لجسمنا. وفي النهاية الفلسفة دي بتسيبنا قدام سؤال عميق ومحفز جدا للتفكير. لو كان محرك الإنسان متصمم ومبرمج في الأساس عشان يعالج نفسه بنفسه، إيه اللي ممكن يحصل لما أخيراً نديله المواد الخام الدقيقة جدا ودليل التشغيل الصارم اللي اتخلق عشان يشتغل بيهم؟ سؤال بيفتح آفاق كبيرة وبيخلينا نعيد التفكير في كل عاداتنا الغذائية الموروثة، ومتحمسين جدا نستكشف قدرات التشافي الذاتي الموجودة في فطرتنا السليمة.